ازيكم يا جماعه؟ الاخبار، انا عمر راتب ودي راتب ريفيوز. في الحلقه دي من سلسله المظاليم، عارف انه مش من المظاليم قوي، بس هنتكلم عن ادارد ستارك الملقب بند. تقول لي ايه يا رتوبه ده مظاليم ايه؟ ما هو زي في الكتاب زي ما في المسلسل، الاختلافات مش كتير قوي. اقول لك القناه اسمها راتب ريفيوز، انا اقول اللي انا عايزه. انا حاطه في هذه السلسله علشان احكي قصته، علشان لسه في حكاوي ثرونز اللي انت لو ما بتشوفهاش لازم تشوفها. بنعمل في كل حلقه 2 شابترز من الكتاب، فاحنا خلصنا تقريبا الكتاب الاولاني وخلصنا ند شخصيا، فعلشان لسه مخلصين المعلم ند حبيت اعمل حلقه مظاليم عنه علشان ايه نودعه بقى تماما من القناه. بس فاحنا هنودي، بس يعني متنساش تعمل لايك وشير سبسكرايب. يلا بينا نودي. المعلم ادارد ستارك احنا عارفين قصته كويس جدا 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 من المسلسل. هو الراجل قاعد في وينترفيل، قال له روبرت، قال له تعالى يا ند، اي الكلام، قال له انا عايزك يد الملك. راح يد الملك، لقى كينجز لاندنج ولع والناس كلها بتقتل في بعض وبتحور على بعض وبتصيع على بعض. جاي يلعب لعبة العروش ما لحقش او ما عرفش يلعب، الدور ما جاش عليه اصلا. عرف ان جوفري وكده مش ولاد روبرت ولا حاجة، والملك مات، فالوريث ده ما يستحقش انه يقعد على العرش. ازاي وازاي بقى ناد ستارك اتحمق وراح رايح قايل لهم ما يستحقش يقعد على العرش. راحوا سجنوه وبعد كده عدموه ومات ادارد ستارك، بطل الكتاب الاول او الموسم الاول من مسلسل جيم اوف ثرونز. صدمه قاتله، اعتقد دي الحاجه اللي جورج مارتن بيعلم بيها على الناس، يعني دي اول تعليمه لجورج مارتن على القراء. ده البطل بتاعكم، كلكم بتشجعوه، حبيب قلبي، باي باي. انك تبقى طيب وانك تبقى محترم وانك تبقى شريف لا يكفوا ان انت تعيش في هذه الحياة السياسية القاتلة. وما تفتكرش يعني ان انت كده خلاص بقيت اجمد واحد عشان انت عندك شرف ومبادئ وبتاع. في ناس ما عندهاش اي شرف واي مبادئ وبيقعدوا على العرش عادي جدا. الحقيقة مش قصة، ما تبقاش زي سانسا، هو بيقول للقراء كده يعني. الحقيقة مش لعبة او قصة او اغنية او بتاع، لا. الموضوع في الحقيقة في السياسة الحاجات دي كلها بيزد اون حاجات حقيقية جدا، الحقيقة مختلفة تماما. الصدق والشرف والحاجات دي مهمة جدا جدا، ولكن ليست كافية. خلاص، دي الرسالة اللي جورج مارتن قالها لنا كلنا واحنا بنتفرج على الموسم الاولاني او بنقرا الكتاب الاولاني، وهي صدمة كبيرة جدا جدا، كانت اولى صدمات كتير بقى جات لنا بعد كده في هذه القصة. وشخصية ادارد ستارك دي ليها تاريخ قوي جدا جدا، يعني ايه في المسلسل لمحوا عنه، ولكن انت ما بتبقاش عارف التاريخ بتاعه قوي لو انت بس شفت المسلسل. فاحنا دلوقتي هنتكلم عن المعلم ادارد ستارك من اول ما اتولد لحد ما راح معبد بيلور رنوا الاجراس، الناس راحت، شخصيات ابتدت تتكلم. الشابتر حلو قوي اللي بيخلصوا فيه على ادارد ستارك ده، عشان هو من البوينت اوف فيو بتاعت اريا، فهو اخر واحد في حكاوي. خش عليه بس اديله فرصه هتنبسط يعني. بدايه ادارد ستارك زي ما قلت لك الملقب بند، وبرضه ملقب بالذئب الهادئ او الديب الهادي. ده الديب الهادي بتاع الستاركس. والستاركس دول زي ما حضرتك عارف طبعا وهم من الفيرست مان، من الرجال الاوائل، اللي عشان تبقى فاهم برضه دول جم من الجنوب اصلا. يعني اصلا الرجال الاوائل دول جم من ناحيه دورن كده، ودخلوا خدوا ويستروس من الجنوب الى الشمال، خناقات وحروب مع Children of the Forest. لو حابب ان احنا نتكلم عن كيف بدأ هذا العالم، اديني واحدة كيف بدأ هذا العالم في الكومنتس. المهم يعني وصلوا الفيرست مان دول من الاف السنين لحد ما اتفقوا مع الشيلدرن اوف ذا فورست دول على اتفاقيه ان هما الاثنين يبقوا مع بعض وبتاع، وان الفيرست مان دول ما يقطعوش الاشجار ويعبدوا الالهه القديمه بتاعه الشيلدرن اوف ذا فورست او اطفال الغابه. واستقروا بقى في كذا حته، بس اكتر حته استقرت في الشمال، والشمال ده اهم حاجه بقى. يعني ده تحس ان المسلسل كله بيدور حول الشمال، عشان الشمال ده هو اللي عنده مناكش مع شمال الشمال ومع كل حاجه في القصه عندنا. وده اللي ابطالنا كلهم بقى، جون سنو وروب ستارك وسانسا واريا، الناس دي كلها من هناك. فده الايه الزغلول يعني. فالشمال البيت اللي من 8000 سنه بيحكم هذه المنطقه هو بيت الستاركس، ودول على قديمه جدا وعندهم معتقدات و
ديانات مختلفة عن باقي السبع ممالك. دول بيعبدوا الآلهة القديمة اللي هي موجودة جوه الأشجار الويرود اللي هي أوراقها حمراء وعليها وشوش وكده. فدول بيعبدوا هذه الآلهة غير الباقيين اللي بيعبدوا سبع آلهة. عندهم معتقدات برضو مختلفة، زي مثلا لو انت هتحكم على حد بالإعدام، حبيب قلبي اتفضل اقتله، مفيش سياف هيجي يقتله لك. دي طريقة الرجال الأوائل، ان انت لما بتحكم على حد بحاجه انت تقدر تعملها بنفسك، بص له في عينه وشوف ان هو يستحق العقاب ده ولا لا قبل ما تنفذ هذا العقاب. عندهم ولاء غير طبيعي ومهم جدا جدا للوردات بتاعتهم، او يعني الشماليين كلهم عندهم على طول ولاء للستاركس، وكلهم عندهم ولاء كبير جدا للجدار ولحماية الجدار. وياما ناس من بيوت الشمال دي راحوا الجدار متطوعين في التاريخ يعني. فدول ايه، ناس من الاخر ما بيهزروش، وعايشين في حته صعبه جدا وبرد جدا، فدمهم ناشف، قلبهم قاسي، محاربين اقوياء جدا جدا، وقوه لا يستهان بها تماما. ادارد ستارك اتولد سنه 263، مات وهو عنده 35 سنه 36 سنه قدي يعني. انا نed ستارك، انا في سن نed. انت متخيل؟ انا كنت حاسس نed ستارك ده ممكن يبقى خمسينات، الراجل يا حرام ما لحقش. نed كان الابن الثاني للورد ريكارد ستارك، هو عنده اخ اكبر منه اللي هو براندن ستارك، وبعد كده عنده اخته ليانا ستارك طبعا المحبوبه الجميله هنحكي قصتها، والاخ الصغير بنجن ستارك. نed وهو عنده 8 سنين هو الذئب الصامت زي ما بقول لك، هادي خالص، غير اخوه الكبير. اخوه الكبير براندن بقى مزه وفورمه وجامد وتستوستيرون والفا بقى وبتاع وانا جامد وكده. ند كان في الهادي منه خالص، وهو عنده 8 سنين زي ما بقول لك راح على طول ايه، ابوه بعته ذا فيل وعنده 8 سنين يروح هناك عند المعلم جون ارن اللي هو البوب بتاع ذا فيل وكده، يروح يتربى هناك. ودي كانت حاجه طبيعيه جدا بتتعمل للولاد التانيين، ان هو يروح يتربى في حته يكبر هناك يبقى فيه ايه، تعليم مختلف وصداقه او صله بين البيوت تبقى اقوى بكتير. زي كده ما بيجوزوا، زي ما بيبعتوا ناس تتربى عند ناس، كل دي حاجات علشان يعملوا الاينس او يعملوا تحالفات مع بيوت تانية. راح الولد اللي عنده 8 سنين ده داخل قول تالتة ابتدائي مثلا رابعة ابتدائي، ولد يعني، راح هناك لقى ولد تاني قده بتاع ايه ده، روبرت، اسمه روبرت براسيون، والاتنين بقوا اصحاب فشخ بقى. الاتنين بقوا شقز على طول مع بعض في كل حاجة، بيتعلموا مع بعض، بيتمرنوا مع بعض، وتحت رعاية جون ارن اللي ما عندوش ولاد فكان كأنه ابوهم، لحد ما بقى ند عنده 16 سنة. فهو قعد نص حياته في ذا فيل، نص حياته في وينترفيل. في السنين بقى الأخيرة لما كبر بقى وبقى راجل عنده 16 سنة، بقى وقته من شوية في ذا فيل وشوية في وينترفيل، بين الاثنين. ومرة راح راجع على وينترفيل قال لأبوه بقول لك ايه، انا جايب عريس لقطة لليانا ستارك وهو روبرت براسيون. وابوه وافق على هذه الجوازة، ولكن روبرت براسيون كان اوريدي مخلف واحدة اسمها ميا ستون ومعترف بيها، وليانا كانت بالنسبة لها ده موضوع يعني. ولكن ادارد فهمها ان روبرت بيحبها جدا وان هو فعلا ممكن يتغير، ودي حاجة اقنعت ليانا او احنا فاهمين كده. وادارد ستارك برضو جاله جوازة ان المعلم روبرت ريزويل اللورد مهم جدا كان عايز يجوزه بنته باربري. لو انت مخضرم عارف باربري اللي هيبقى اسمها باربري داستن بعد كده، دي باربري ريزويل، وكان ابوها عايز يجوزها لند. وهو عنده 17 سنة بقى اتعزم على بطولة هارن هول. راح بطولة هارن هول وهناك اتعرف على صديقه لأول مرة بقى هاولاند ريد، وده ليه قصة بقى ازاي وصل هناك وهو رايح. انت فاكر القصة دي ولا لا؟ انا هقول لك من الذاكرة عشان انا مش محضرها قوي يعني. معلم هاولاند ريد لما شاب برضه كبر وبقى عنده 16 سنة، ده راح بقى فين؟ بدل ما يروح بقى ذا فيل، بدل ما يروح ده، لا ده راح جزيرة الأوجه، ايل اوف فيسز. قعد مع الرجال الخضر هناك او ذا جرين مان، يتعلم حركاتهم واسحارهم وبتاع والالهه القديمه بقى، فاهم، بشكل بقى قوي جدا يعني. وخلص وهو رايح بقى على البطوله اللي هي البطوله اللي في هارن هول قريبه جدا من هناك. 3 سكوايرز اتنططوا عليه وقعدوا يضربوه ويتريقوا عليه ويقولوا له يا اللي بتاكل ضفادع يا بتاع المستنقعات وبتاع، علشان هاولاند ريد او آل ريد عامه من اسمها جراي واتر واتش
على ما اعتقد دي القلعه اللي موجوده في ذا نك، الحته اللي هي كلها مستنقعات. المهم يعني اللي انقذه من ايديهم كان ليانا ستارك، اخت ند الصغيره، خدته وعرفته على اخواتها، ومن هنا هاولاند ابتدى يتعرف على ند كده. في قصه تانية ان باراليل كده اقول لك عليها في السريع، ان ليانا ستارك بعد كده غالبا لبست لبس فارس مجهول، ودخلت وقعت الثلاث لوردات اللي الثلاثه دول مساعدين بتوعهم، وبعد كده قالت لهم ان المساعدين بتوعكم ولاد كلب، فالمساعدين اتبهدلوا. بس ده مش موضوعنا دلوقتي، خلينا نرجع بس قبل البطوله. في الوقت اللي هاولاند ريد قابل فيه ادارد ستارك وبنجن ستارك وبتاع ده، كان هنا في بقى الاحتفاليه بتاعه بدايه البطوله، بيعملوا احتفاليه كده وليمه، والناس بتقعد ترقص مع بعض. وهناك بقى ادارد ستارك اللي هو ابو باربري عايزه يتجوزها، ولا باربري ولا بتاع، شاف الوحش بقى، شاف التنين، شاف أشارة دين ام عيون بنفسجي، قلبه دق. ند وقع في غرامها، كان نفسه يرقص معاها، وطلب من اخوه الكبير براندن، او براندن تطوع محدش عارف، المهم يعني براندن قال لها ادارد عايز يرقص معاكي، ورقصوا مع بعض رقصه جميله، كان كل الناس بتتفرج وهي مبسوطه الا واحد بس. هو مين؟ عرفت هو مين؟ بارستان سلمي، اللي كان وقع في غرامها برضو، بس هو في حرس الملك فما ينفعش. فرقص معاها ند ودنيا في اللطيف. وبارستن سلمي بيقول ان في حد عمل حاجه مع اشاره، والحد ده ستارك، فمش عارفين بقى ده ند ولا براندن ولا مين. مهم يعني البطولة بتبتدي، الملك المجنون موجود، مجنون فعلا، ريجر تارجاريان بيكسب كل الناس. وبعد كده في الاخر ده ريجر تارجاريان ده اللي هو ابن الملك، ده الوريث، وده متجوز إليا مارتل ومخلف منها، وكسب البطولة. وبيدوله تاج كده من الورد كده اللي هو مين تبقى ملكة الحب والجمال، المفروض ان هو يديله مراته. شكرا خلص يومك. معلم ريجر ما خلصش يومه، خد بوكيه ورد كده قال لك فكك من مراتي، وراح مديه لليانا ستارك. ليانا ستارك اللي كانت شافته بيلعب مزيكا قبل كده وعيطت واتأثرت جدا بمزيكته، كان في بينهم استلطاف بشكل ما، وزي ما بيقول جورج مارتن كل الابتسامات ماتت. ليانا ستارك اول ما خدت البوكيه كل الناس كانت بتهزر، كل الناس سكتت، كل الناس اللي كانت بتشجع، كل الناس شهقت. روبرت براثيان بيبص كده مستغرب جدا، مين اللي بيدي خطيبتي ورد ده وانا واقف شرابة خارج قدامك؟ وادارد ستارك قاعد مش مصدق ان ريجر بيعمل كده وبيدي بوكيه ورد ليانا وهو متجوز. المارتلز كلهم مش طايقين نفسهم، كل الدنيا بايظه، وريجر تارجاريان وليانا ستارك باصين لبعض في لحظه حب او في حاجه غريبه، وبيديها الورد. وبعد كده في البطوله دي بيجي فارس مجهول في نفس الوقت اللي بتختفي فيه ليانا. ليانا اختفي، فارس اظهر، فارس مجهول غالبا هو ده بقى ليانا. اللوجو بتاع التورس بتاعها شجرة ضاحكة، فبقوا مسمينه فارس الشجرة الضاحكة. دخل زي ما قلت لك فشول الثلاثة لوردات بتوع الثلاثة سكوايرز دول، هربت او هرب هذا الفارس المجهول. والملك المجنون اتجنن قال هاتولي بقى الفارس ده، انا عايز اعرف ده مين. وريجر تارجاريان هو اللي راح ولقاها. مهم يعني ريجر وليانا اختفوا. ايه اللي حصل؟ براندن ستارك جاله كلام من المعلم ليتل فينجر غالبا ان ليانا ستارك اتخطفت من ريجر تارجاريان. وزي ما انت عارف يا صديقي هنا بتبقى كارثة، ان براندن ستارك اول ما بيعرف ان اخته اتخطفت التستوستيرون عنده بيضرب في نافوخه، فبيجري على كينجز لاندنج ويحاول يواجه ريجر هناك، بس بيلاقي الملك المجنون بيقول له اهلا وسهلا، ايه ده انت جاي تحرر ليانا هنا؟ لا تعالى انا افهمك. يقوم رابطه من رقبته، ابوه يجي معاه ناس عايز ينقذ ابنه وبتاع، ويقول له انزل لي واحد لواحد يا ملكنا، هات بطل من عندك وانا هحاربه. فبيقول له البطل بتاعي هو النار. انا عارف ان انا لسه حكي لك القصه بس يعني لازم نحكيها تاني، انا اسف يعني. المهم الاثنين واحد بيتخانق وواحد بيتحرق، والاثنين ستاركس دول بيموتوا.
والملك المجنون قال لك لا خلاص فاضل بقى ستارك كمان قاعد في ايه ذا فيل. ادارد ستارك صاحب الحلقه عندنا النهارده ده هو وروبرت براثيان هناك عند جون ارن، فبيبعت لجون ارن بيقول له ايه خلص لي على ادارد ستارك. وهنا جون ارن وروبرت براثيان وادارد بيقرروا ان هم يبتدوا ثوره روبرت براثيان اللي عاملين عليها حلقه كامله. وبعد كده بيتحرك ادارد ستارك في رحله يعني ما تستهونش بيها، بيعدي جبال القمر. فاكر جبال القمر دي تيريون حصل فيه ايه هناك؟ انت مجمع قد ايه الموضوع ده صعب. وبعد كده عدى اللي هي الحته بتاعت الاخوات ذا سيسترز، ركب في مركب فيها واحد صياد وبنت الصياد، والصياد ده غرق في السكه وبنت الصياد هي اللي وصلته. في كلام ان هو ممكن يكون يعني عمل معاها وتكون دي ام جون سنو بس طبعا احنا فاهمين اللي فيها يعني. المهم بيتحرك المعلم ادارد ستارك بيوصل للشمال بيجمع الجيوش بتاعته. روبرت براثيان بيجمع الجيوش في ستورم لاندز، ارن بيجمع الجيوش في ذا فيل. خلاص الدنيا تمام. ند واتحرك على ستوني سبت في نفس الوقت اللي هوستر تالي جه بالجيوش بتاعته. تقريبا انا قلت لك عليه جون ارن قبل كده، بس المهم يعني بيعملوا معركه الاجراس او باتل اوف ذا بيلز. ادارد ستارك وهوستر تالي بالجيوش بتوعهم بيجوا في الوقت المثالي اللي جون كونينغتون انتيم ريجر تارجاريان معاه جيوش بنت لذينه، وهو هنا يد الملك جاي علشان يقتل على روبرت براثيان ويخلص عليه. روبرت براثيان اصلا مصاب ومستخبي في ستوني سبت. فلما بتيجي الجيوش بتاعت الشمال والريفرلاندز تهجم على الجيوش بتاعت الملك او الجيوش اللي مع جون كونينغتون، بيطلع من بيت عارة اسمه الخوخة، الباب بيتفتح كده ويطلع منه روبرت براسيون سيفه في ايده، وبيخش بقى تش 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 معارك، بيفرم جون كونينغتون. الجيش بتاعه بينتصر تماما في معركة الاجراس. اجراس كتير جدا بترن، وجون كونينغتون من ساعتها بيبقى عنده بقى عقدة من موضوع الاجراس ده وعامل له مشكلة. بعد ما خلصوا لورد اوف وينترفيل وحاكم الشمال اللي هو ادارد ستارك عشان ابوه واخوه ماتوا، بيتحرك مع هوستر تالي على ريفر ران الحته اللي منها هوستر تالي علشان يتجوز بنت هوستر تالي اللي اسمها كاتلين تالي. وفي نفس الوقت جون ارن بيجي علشان يتجوز لايسا تالي، وبالجوازتين دول بيحصل تحالف زي ما قلت لك كده في الاول. الريفرلاندز بتخش كمان معاهم كده، عندك 4 ممالك من 7 ايه مع بعض، فالموضوع بيبقى ايه شبه محسوم. في الوقت ده روبرت براثيان كان وصل الثالوث او الترايدنت ودخل معركة قدام ريجر تارجاريان اللي ظهر بقى اخيرا وجايب معاه جيوش كبيرة جدا وجاي يحارب بقى. راح روبرت براسيان مديله احلى شاكوش في حياتي، بوم راح مديله واحده موقعه في الميه، جواهر حمراء في كل حته. اتصاب اصابات بالغه المعلم روبرت براثيان فقعد يتعالج. وند ستارك اتحرك على كينجز لاندنج. قبل ما يوصل هناك كان المعلم تايوين لانستر وصل ومعاه جيوشه، رن على الانتركام كده ادى تين تان. معلم ايريس رد كده قال له انا صاحبك، انا يد الملك اخوك تايوين من واحنا شقز من واحنا صغيرين. فراح المعلم ايريس كده قال له طب ثانيه واحده معلش، راح بص كده لقى بايسال بيقول له افتح الباب ده اخوك افتح يا راجل. والناحيه الثانيه فارس قال له لو انت عايز تتبقلش افتح الباب، غير كده ما تفتحش. لكن فتح الباب المعلم ايريس ودخل تايوين بجيوشه، عملوا مجزره في كينجز لاندنج وقتلوا في عيله ريجر تارجاريان، مراته واولاده اتقتلوا بتاع، وانت عارف القصه كلها طبعا. ومجزره يعني ما كانش فيها اي نوع من انواع الشرف. وبعد ما خلصت هذه المجزره وفي وسط الاشلاء بيظهر الجيش اللي جاي مع ند ستارك حاكم الشمال، وهو جاي على مقدمه هذا الجيش، كل الناس معاه كل الناس في ظهره، وبيخش لحد العرش. وهنا دي اللقطة الكلايماكس بتاعت قصة ادارد ستارك في وجهة نظر. النقطة دي هي اهم نقطة في حياة ند، واهم قرارات، واكتر حاجة فيها باد اس. يعني كان يعني كان فظيع في المرحلة. عارف عمل ايه؟ دخل كده غرفة العرش لقى الملك مقتول، وحرس الملك اللي قتل الملك، الحارس اللي قتل الملك المفروض يحرس الملك اللي هو جيمي لانستر قاعد على العرش حاطط رجل على رجل ودم الملك على سيفه. ند دخل
ما قالش ولا كلمه، ودي اصيع حاجه بقى. الراجل اوجي بص له كده، وجيمي بقى ابتدى يفكر في حاجات وبتاع، ند باصص له بس. فراح جيمي قال له انت خايف مني؟ لا انا مش هقعد على العرش ده ولا حاجه، لا انا العرش ده مش مريح بالنسبه لي، انا سايبه لروبرت. وراح قايم جيمي ونازل جري حاجه، يعني اللي هو ايه كل ده، لا ما بيفتحش بقه، ما قالوش ولا كلمه. كان في مخه بس يعني الوسخ اللي قتل الملك اللي هو حالف قسم يحميه وقاعد على العرش بتاعه، ده ما يتقالوش حاجه. ند ما قالوش اي حاجه. وسيرسي قدام بقى بتقول لند ان اليوم ده في الوقت ده لما جيمي قام من على العرش، حضرتك كان ممكن تقوم وتريح على العرش. لو قعدت على العرش الموضوع كان انتهى، الجيوش كلها معاك، الناس كلها في ظهرك، محدش قال لك ربع كلمه، روبرت براثيون متشلوح. هنا كان اول نقطه، يعني عايزين نقول بس ان ايه، لو الند كان وسخ كان ممكن يبقى حاجه جامده فشخ. فهو هنا دي اول حاجه اقول لك، انا مش عايز عرش، العرش ده مش بتاعي، اي دونت وانت ات على راي جون. لا انا هسيب ده لروبرت براثيون. وكان متضايق جدا جدا من المجزره اللي حصلت والناس اللي اتقتلت والاطفال وبتاع والاغتصابات والحاجات دي، وكان متضايق. يعني روبرت براثيون جه قال ايه الشغل الجامد ده الله ينور يا عم تايوان الله ينور، ممتاز، قتلت الاطفال هايل، شكرا جزيلا. في طفله بس ولا يهمك، تمام. في لسه اطفال تانيين في دراجون ستون هجيبهم انا، هبعت اخويا. ند قال لك ايه ده مين ده مش ده ما فيش اي نوع من انواع الدم، يعني ده انت المفروض ان انت تعاقبه على المجزره اللي هو عملها دي، وانت جاي بتحييه وبتشجعه ومبسوط. وحصل كلاش كبير جدا جدا بين الاصدقاء روبرت براثيون وند ستارك، وده خلاهم هما الاثنين يبقوا مش صحاب فتره طويله. هنا ند ستارك راح متحرك على ستورمز اند اللي هي فيها حصار، واول ما وصل هناك ميس تايريل كان هو اللي عامل الحصار ده، قال له عم ند اهلا، ولا اي حصار يا باشا اتفضل. مستنس جوه بيسلوع من الجوع، بياكلوا فران وبيعضعضوا في جزم وحاجات كده هو ورانلي. ولكن المعلم ايه دافوس سيورث كان جالهم شويه بصل حلوين فكانوا بياكلوا بصل يعني. ناد دخل ما استحملش الريحه، قال لهم يلا يا جماعه خلاص مفيش حصار، وهرب على دورن. يعني هو موضوع البصل ده راح على دورن بقى بعد كده على تاور اوف جوي. ودي برضو بالنسبه لند بقى هي اكتر لحظه او اكتر يوم قعد معاه في حياته بقى بعد كده. اليوم اللي هو راح ومعاه 6 تانيين ولقى 3 قدامه، كان يقعد يقول احنا كنا 7 وهم 3، احنا كنا 7 وهم 3، على طول هو الموضوع ده في دماغه. 3 كانوا ارثر دين سيف الصباح، اوزويل وينت برضو في حرس الملك، وجيرالد هاي تاور قائد حرس الملك. 3 دول كانوا واقفين في دورن سايبين كل الحرب والهبل ده، وال3 من ال7 بتوع حرس الملك واقفين في دورن بيحرسوا برج السعادة. بتعملوا ايه هنا؟ ند قال له انت ليه مش في المعركة؟ قال له انت حظك حلو ان احنا ما كناش في المعركة، احنا لو كنا في المعركة كنت هتتشلوحوا. ودخلوا معركة 7 ضد 3. عاش في الاخر ادارد ستارك وهاولاند ريد صديقه بتاع المستنقعات. وند بيقول ان دخل 1-1 قدام ارثر دين سيف الصباح وند كسب. فلو ده حقيقي ده معناه ان ند مقاتل مش طبيعي، هو برضو معدي بمعارك كتير قوي في ثورة روبرت براثيون دي ومنتصر فيهم كلهم، وما عندوش اي نوع من انواع التفاهم يعني. وتقريبا كانوا ايه في دافيل بيتعلموا السيوف كويس جدا علشان هو كان ما بيهزرش يعني. وفي الاخر ارثر دين مات، وجيرالد هاي تاور مات، اوزويل وينت مات، و5 من ال6 اللي كانوا مع ند ماتوا، منهم جوز باربري بقى اللي هو داستن دلوقتي ده مات برضو هناك. وند دفنهم هناك، مرجعش بالعظم بتاعهم. مهمة لقدام اعتقد لو هتكلم معاك على عظم ند يعني قدام. المهم يعني طلعوا هما الاثنين هاولاند ريد وناد ستارك، دخلوا برج السعادة، لقى اخته في سرير من الدم بتقول له اوعدني يا ند. قالتها له كذا مرة، ودي الحاجة اللي هو فاكرها واحنا مش عارفين في الكتاب هي بتقول له اوعدني بايه، ولكن في المسلسل عرفنا ان هي بتقول له اوعدني انك تخلي بالك من الواد ده، واديته جون سنو ابنها. في الكتاب لسه ما اتاكدتش، بس احنا عارفين ان هم في المسلسل واخدين الموضوع ده من جورج يعني، فغالبا هي نفس الحاجة في الكتاب.
بتموت ليانا ستارك، وموت ليانا بيقرب ند وروبرت لبعض تاني في هذا الحزن، ان الاتنين زعلانين قوي عليها، فالاتنين بيقربوا من بعض تاني وبيسامحوا بعض والدنيا بتبقى لطيفة. بياخد العيل الصغير ده ند وبيروح بيه على وينترفيل، بيجيب له مرضعة، وبعد كده مراته كاتلين بتيجي ومعاها ابنه روب ستارك. بتلاقي بقى جون هناك اصلا، وكاتلين بتتجنن بقى. ايه يا مان، انت اتجننت ولا ايه؟ انت جاي قاعد لي بابنك الجديد الباسترد بتاعك واحنا لسه ما جيناش البيت اصلا؟ طب استنى نيجي فهمني وهاته. لا انت ما فيش يعني، ما بيقولش مين ام الولد، رافض تماما. وبعد سنين كاتلين سمعت اشاعات كتير على علاقته بأشارة دين، فواجهته، لقت بقى الذئب المتوحش بقى مش الذئب الهادي. ند قفش جدا جدا على كاتلين وقال لها ما اسمعش سيرة أشارة تاني في وينترفيل أساسا، وقال لها أنا اللي أأكدهولك إن الواد ده من دمي، فالموضوع منتهي. مين بقى ام جون سنو؟ عاملين حلقة بقى بنتكلم عليها. في بقى عندك اوبشن أشارة، اوبشن وايلا، ودي واحدة كانت مرضعة في ستار فول، الحتة بتاعت الدينز. في اوبشن باربري، في اوبشنز كتير جدا، بس يعني من الاخر الموضوع منتهي، يعني هي غالبا ليانا. ند بقى حاكم الشمال واللورد بتاع وينترفيل، شغلانه هو ما كانش جاهز ليها على الاطلاق، شغلانه اصلا بتاعت اخوه الكبير، وهو على طول بيفكر ان هو لا يستحق هذه المكانه ودي مكانه اخوه، فده كان على طول بيخليه يحس ان هو ناقص. كان مركز قوي في الشمال على قد ما يقدر بقى علشان يعوض هذا النقص، وفاكس تماما لاي حاجه جنوب الرقبه تحت ذنك، انا مش مهتم. وبنى معبد صغير في وينترفيل علشان مراته لو عايزه تعبد السبع آلهة بتوعها تتفضل هناك. كان يعني راجل لطيف. ما هو عنده 26 27 سنه كده، جراي جويز عملوا الثوره. ادارد ستارك راح لابس الدرع يا باشا والسيف، واخد ايس ومتجه مع روبرت براثيون مع جريجور كليجين مع ناس كتير، دخلوا هاجموا على الايرون ايلاندز او الجزر الحديديه. نed ستارك طبعا محارب مخضرم جدا وكان قوي جدا، بالذات في معركه في حته اسمها بايك، ودي مهمه جدا. مهم يعني خلصوا على المظاهرة دي، والمعلم بيلون جريجوي اعتذر اليوم وركع واحنا اسفين يا كبير وكده. ادارد خد الابن اللي متبقي له، الابن اللي عايش بعد هذه المعركة، ثيون جريجوي، يتربى معانا في القلعة بقى في وينترفيل ويبقى رهين علشان الجريجويز نهدى شوية. وفعلا رباه عنده في البيت وكان بيحاول يبقى اب ليه على قد ما يقدر، ولكن الولد برضو كان شايف ان ند بارد جدا معاه. بعد كده بثلاث اربع سنين وهو في اوائل الثلاثينات يعني، كان في لورد جور مورمونت عنده ابنه اسمه جورا مورمونت. لقى ناس بتسرق من الارض بتاعته او المواشي بتاعته، خلاص دول بيسرقوا او بيصطادوا في حته مش بتاعتهم، حته بتاعت المورمونتس. فرح جورا مورمونت ده قفشهم، وبدل ما يسلمهم او يعاقبهم او كده، عمل حاجه غير قانونيه، راح يبيعهم لتجار العبيد. ليه بقى؟ علشان هو متجوز واحده بيحبها جدا، والواحده دي متطلباتها كتير جدا جدا، خليته ان هو يضطر ان هو يعمل حاجات غير قانونيه علشان يصرف عليها. ونed ستارك ما عندوش بقى الكلام ده، ولا بقى بتحب ولا مش بتحب، انت عملت عملة غير قانونية وده محرم تماما، انت لازم تتعدم يا جورا مورمونت. فجورا مورمونت فلق على اسوس علشان نed ستارك سيفه حامي ولما بيجي بيخلص. واحب اقولك ان البنت اللي هو كان بيحبها اللي جننته اللي بوظت له الدنيا دي اللي هي كانت مراته يعني جورا مورمونت، دي اسمها ايه؟ اسمها ليناس هاي تاور اصلا. ند خلف بقى في هذه الجوازة الجميلة، رب عارفين خلاص، وفي جون المفروض، وراح مخلف بعد كده سانسا واريا وبران وريكون. لكن كان بالنسبة له رب وجون دول هم الكبار، كان بيعلمهم ازاي يبقوا قادة في الحروب. كان بياخد ولاده يسافر بيهم، خد اريا مثلا وايت هاربر مرتين، خد ثيون سافر بيه كذا مرة. كان بيحاول يفتح مخاخهم ويخليهم منتشرين ويربيهم تربية كويسة جدا. برضو قبائل الجبال
الشمالية بقى دول كانوا بيحبوا إدوارد ستارك جدا، وكانوا بيكرموه على طول لما يروح بيسموه ذا ند أو الند. وكان هناك بيعزم بقى مثلا ايه لورد ريكارد كارستارك وبنته أليس، مهمة جدا، بتطلع في الآخر على حصان رايحة الوال. بيجيب الاتنين دول على هناك ويتقابلوا مع قبائل الجبال ويبقى علاقته بيهم حتى دول قوية جدا. هو بس ما بيقلق من البولتونز بتوع درادفورد، بالذات روس بولتون، الناس دي ما بتريحش ادارد ستارك خالص. وبس يا سيدي كده نيد ستارك احنا عرفنا عنه ان هو محارب مخضرم هادي ناشف. الابن التاني عرفنا قصة اللي حصل لأهله، عرفنا ان هو دلوقتي بقى القائد بتاع الشمال، قائد محبوب من كل الناس، اب مربي ولاده كويس جدا، عنده بس موضوع جون سنو ده اللي باين ان هو الغلطة الوحيدة اللي في حياته، وراجل حزين عنده ماضي أليم زي ما انت شفت، ومالوش دعوة خالص بالجنوب، ماليش دعوة لو روبرت عايزني في حاجة حرب بتاع معاك غير كده ولا سياسة ولا بتاع، الأمور مستقرة. وطالما الأمور مستقرة وكل حاجة جميلة دوس لايك. ايه ده انت ما دوستش لايك لسه؟ ودلوقتي بقى باشا نخش بقى ايه في الكتاب بتاع ند اللي هو A Game of Thrones او لعبة العروش. ند بيبتدي بطلنا رايح يعدم واحد. اولا صباح الخير انا عندي اعدام يا عم ند، رايح تعدم مين؟ جارد، واحد مسكوه هربان من الجدار. لو حضرتك مش فاكر، ودي حاجة غريبة يعني انا عارف انت فاكر، بس تعالى نقول يعني برضه ما احنا قاعدين يعني، في 3 كده في الجدار في البرولوج او الكتاب الشابتر المقدمة بتاع الكتاب الاول اللي مش هتلاقيه عندي هنا عشان في واحد قفشه مني. 3 ويمر رويس وويل وجارد، 3 دول بيطلعوا شمال الجدار وهناك بيقابلوا الوايت ووكرز او الاخرون او الاذرز، شوف انت عايز ايه، الزومبيز اللي انت عايزه يعني. 2 بيتشلوحوا وواحد بيهرب. ودي خلي بالك اول حلقة في حكاوي ثرونز، افتح اتفرج على الحلقة دي اسمعها حتى، خش بقى في الاجواء يا باشا وخش حكاوي ثرونز فايتك كتير. المهم يروح الراجل ده على طول، جارد ده الوحيد اللي بيهرب من الاخرون وبيتحرك جنوبا، ولكن بيتقفش وادارد ستارك بياخد جون وثيون ورب، وكمان بياخد الولد الصغير بران اللي عنده بتاع 9 سنين، ياخده كمان يتفرج على الاعدام. ومهم جدا انه يربي ولاده ان هم يبقوا رجاله ويشوفوا ويبقوا متعودين على ده وعارفين ابوهم ليه بيعمل كده. واول ما بيعدموا بيروح على طول يتكلم مع ابنه بران، بيقول له انت عارف انا ليه عدمته؟ فبران بيقول له عشان هرب من الجدار. بيقول له لا، عارف ليه انا اللي عدمته؟ وبيشرح له الموضوع اللي انا حكيته لك بقى في اول الحلقه بتاع احنا الرجال الاوائل اللي بيحكم على حد بالاعدام بينفذ الحكم بنفسه ويبص له في عينه علشان يبقى متاكد ان هو ما بيظلموش. وهم بيتكلموا بيديله الدرس الجميل ده، رب وثيون بيقول لك الحق لقينا داير وولف. ايه ده؟ لقينا الذئب الرهيب، جثه هامده وبيرضع منها 5 كلابيب صغيرين او زقابيب صغيرين. وبيروح على طول ايه، يلا يا جماعه احنا عايزين ناخد دول البيت. ند بيعترض بيقول مش الكلام ده، ده داير وولف انت مش جايب قطه. وجون سنو هو اللي بيقنعه، بيقول له انت عندك 5 ولاد ودول 5 ذئاب، وبيشيل نفسه من الحسبه جون علشان يقنع ابوه، بيضحي بنفسه علشان اخواته. وند بيوافق فعلا ان كل حد ياخد الذئب بتاعه، ان روب يبقى عنده جراي ويند، ان سانسا يبقى عندها الليدي، ان اريا يبقى عندها نايميريا، بران يبقى عنده سمر، وريكون يبقى عنده شاجي دوج. كل الكلام ده ما كانش هيحصل من غير هذا القرار من المعلم ند اللي وافق ان هم ياخدوا الذئاب دي معاهم. وبعد كده بيسمعوا صوت جون بيلف يبص يلاقي الذئب السادس قاعد مستنيه اللي اسمه جوست، اللي هو طلع صوت هنا عشان ينده جون بس ما بيتكلمش تاني طول الكتب. جوست ده ما بيطلعش اي اصوات، اخرس تماما، ولكن في صوت نده لجون عشان ياخد الجوست ده. تفتكر الصوت ده صوت مين؟ اكيد طبعا حبيبك وحبيبي بريندن ريفرز هو اللي نده لجون علشان ياخد هذا الذئب السحري الفظيع. ولكن ده مش موضوعنا. بيتحركوا ويرجعوا تاني على وينترفيل، بيلاقوا ان في غراب او غداف جه
وجايب معاه اخبار سودة، جناحات سودة، اخبار سودة. الاخبار السوداء ان جون ارن اللي ربى ند وروبرت ده، اللي هو يد الملك لروبرت براثيون، مات. وجون ارن مات كيد الملك، دي حاجه صدمه عشان الراجل ما كانش عيان او اي حاجه. ند بيكون قاعد بينظف السيف بتاعه في البركه السوداء اللي جنب شجره الويروود العظيمه اللي موجوده في غابه الالهه بتاعه وينترفيل. وكاتلين بتروح تقول له هذا الخبر. وانا بحب الشابترز دي قوي اللي في الاول دي، جميله والله. وبعد كده بيعرفوا ان الملك بقى شخصيا جاي، وطبعا هيكون جاي ليه؟ جاي علشان يطلب من ند يبقى يد الملك. وند بيبتدي يجهز بقى لهذا القرار. بيجي روبرت براثيون ومعاه حاشية عظيمة على وينترفيل. ند طبعا بيكون محضر كل حاجة استقبالا للملك، وبيتقابلوا وبينزلوا على طول السراديب بتاعت وينترفيل. اول ما الملك بيوصل ما بيخشش الحمام، بينزل على طول علشان يشوف ليانا ويسلم عليها. وفي السراديب بتاعت وينترفيل قدام تمثال ليانا فعلا روبرت بيقول قد ايه هو بيحبها. بيقول ان هو حاسس ان هو خسر المعركة بتاعت ريجر علشان هو معاها دلوقتي ريجر، وانا كل يوم لوحدي وحاسس ان انا متألم. كونفرسيشن او حوار لطيف بين روبرت وند. وبعد كده بينتهي بان روبرت بيطلب فعلا من ند ان هو يبقى يد الملك، وند بيوافق. مش بيوافق بس على ان هو يبقى يد الملك، بيوافق برضو على ان بنته سانسا تتجوز الامير جوفري ولي العهد سفيو على رأي ثروت. بتيجي جناحات سودة تانية جايبة اخبار سودة تانية من ليسا ارن دلوقتي بقى. والخطاب ده بيقول ان اللانسترز هم اللي قتلوا جون ارن. بيقع من عليه ويتشل. طبعا احنا عارفين ان هو بيقع من عليه، بيتزق من جيمي لانستر بعد ما بيشوف جيمي وسيرسي مع بعض. ولكن بيقع. الدنيا بقى بتتوتر جدا جدا في وينترفيل. ند زي ما بقولك بيتحرك جنوبا، وند هنا بيقفش مع روبرت براثيون تاني علشان هما بيقعدوا الاتنين ويتكلموا على جون سنو بتاعه شوية سمول توك في الاول قبل ما يبتدوا يتكلموا على المنكش اللي هو ان دينيريس تارجاريان اتجوزت كالدروجو حبيبي. المهم يعني الاتنين دول يتجوزوا ده كارثه. ده كده التارجاريانز بقى معاهم دوثراكي. فروبرت قلقان، وند بيقول له دي طفله، احنا مش هنجري ورا عيال صغيره، وده حاجه ما يهمناش. وكان في زي كلاش بسيط بين الاتنين. الكلام ده بيبقى في ارض الروابي او البارو لاندز اللي فيها مدافن الرجال الاوائل كلها. وبعد كده بيقوموا رايحين على قلعه داري. وقلعه داري هناك جوفري بيروح يتمشى مع سانسا، بيقول لها ما تاخديش الذئب بتاعك واحنا بنتمشى، وانا مش هاخد الكلب بتاعي ساندر كليجين. وبيتمشوا كده لحد ما يلاقوا اتنين معفنين بيلعبوا بسيوف خشب. ايه ده؟ سانسا بتقوم قايله دي اريا، بيقول لها يا اختك. ومين اللي بيضربها ده؟ فبيروح جوفري يتنطط على الواد اللي هو ابن الجزار مايكا. لما بيتمادى ويعور مايكا، اريا ما بتستحملش وبتقوم مدياله واحده في دماغه معوراه. فهو بيقوم مطلع سيفه ويحاول يقتل اريا جوفري. فبيقوم جاي الذئب بتاع اريا بقى نايميريا دي بتقوم نطه قفشه جوفري من دراعه بتعوره جدا. واريا بتاخد السيف ترميه في الميه، جوفري بيقلب فرخه. وكل الهبل ده بيحصل واريا بتهرب وهي والذئبه بتاعتها. والمنكش ده كله ند مش عارف اي حاجه. مره واحده بيقولوا له احنا مش لاقيين اريا. ايه مش لاقيين اريا ده يعني ايه؟ قاعد بقى بعت ناس كتير جدا. عرفوا بقى اولا قصه من جوفري كده قذره ان كل الناس حاولت تضربه وبتاع. كل الناس بتدور على اريا في كل حته. رجاله ند انكلودنج ند ما بيناموش لحد 3 ايام. ند خلاص بيموت، هينام على نفسه. ريح شويه بس صحي تاني. قالوا له احنا لقينا اريا. واريا دلوقتي عند الملك بتجاوب على اسئلته بقى، في بتتحاكم دلوقتي. فاتجنن طبعا وراح وهو متعصب جدا للملك روبرت براثيون اللي قاعد بيحاكم بنته. ليه بنتي بعد ما لقيناها ما رجعتليش؟ مهم يعني بيروحوا هناك وبناته الاتنين بيقولوا اقوال متضاربه في هذه المحاكمه.
فالاتنين بيضربوا بعض، وحاجه يعني بيفضحوه قدام الناس كلها. او بصراحه هم مش بيضربوا بعض، هو اريا كلت سانسا علقه، ده اللي حصل بالظبط قدام بقى الملكه سيرسي والملك روبرت وكده. واللي بيحصل ان بيحكموا ان خلاص نقتل نايميريا الذئبه بتاعت اريا اللي عضت الامير، لكن بيقولوا لها نايميريا مش موجوده. فسيرسي بتقول طيب في ذئب تاني، فبيقرروا ان هم يعدموا ليدي روبرت براثيان اللي هو انبسط على موت الاطفال، اوسخ شاكوش في حياتي. قال لك ماشي اوكي اقتلوا ليدي الذئبه. وده هنا ند بيتصدم في صاحبه واخوه روبرت، عايزين يقتلوا ذئبه طيبه ما عملتش اي حاجه لاي حد. بناته طبعا بينهاروا قدامه وبيقولوا خلاص هاتوا سياف الملك ولا اي حد يقتلها. وطبعا نed ستارك بيرفض، بيقول تستحق اكتر من جزار دي من الشمال، وبيقتلها بنفسه وبيبعت عظمها مع 3 عساكر شمالا يروحوا يدفنوها في الحته اللي كان ملوك الشتاء بيدفنوا فيها حبايبهم والناس اللي بتشتغل معاهم. ده مكان ليدي، وعشان هو راجل يعني عنده دم جدا ند بيعمل كده. وبيتحرك جنوبا، بيوصل كينجز لاندنج، بيخش بقى يفتح شنطته يوضب الدنيا وبتاع ويعمل اجتماع سمول كونسل اللي هو المجلس المصغر. بيروح بقى يقابل بقى ليتل فينجر بقى وفارس وبايسال ورانلي. فين روبرت؟ مفيش روبرت. ايه يا جماعه معلم بارستن سالمي فين روبرت؟ في ما بيحضرش الحاجات دي. طيب يلاقي ان احنا علينا ديون كتير جدا 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 والدنيا بايظه وروبرت خاربها ومش عامل حاجه عادله، وعامل غير كده بطوله على شرف يد الملك اللي هو ند بفلوس كتير فشخ ومعناش فلوسها اصلا. فبيلاقي ان الدنيا بايظه يعني. وبعد كده بيلاقي ليتل فينجر بيقول له عايزك بقى في موضوع، تعالى ايه، تعالى هوديك بيت دعاره تقابل مراتك. قال له ايه حضرتك بتقول ايه؟ بس تقريبا سمعت غلط. قال له مراتك مش انت عايز تشوف مراتك؟ تعالى مراتك في بيت الدعاره اعرفك عليها. فند كان هيفرم امه، ولكن فعلا لقى كاتلين هناك مستنياه. بيت الدعاره ده مكان بتاع بيتر بيليش، وكاتلين جت ورا ند لكينجز لاندنج بيتفاجئ جدا بيها. ولكن بيعرف بقى ان بعد ما ابنه وقع وكاتلين قاعده معاه علشان تعالجه ومش عارف ايه، بيحصل حريقه في حته في وينترفيل، كل الناس بتروح، فبتفضل هي كاتلين وبران بس في الاوضه مفيش حرس. بيجي بقى ايه واحد قاتل سفاح معاه سكينه فاليريان ستيل من اغلى الفولاذ في العالم واندر حاجه. تايوين لانستر اقوى واحد في العالم بيدور على فاليريان ستيل بقاله 20 سنه مش لاقي. فيعني سكينه فاليريان ستيل مع واحد معفن جاي يقتل طفل، غريبه جدا. وما بيقتلش هذا الطفل ان كاتلين بتقف له وبتتعور جامد جدا، ولكن سمر الذئب بتاع بران هو اللي بيخلص على هذا القاتل. وكاتلين بتاخد السكينه الفاليريان ستيل دي وتروح لند تقول له باشا ايه الكلام، فاليريان ستيل سكينه فاليريان ستيل كانت رايحه تقتل ابنك في منكش. ولما بتعمل كده بيقوم ليتل فينجر قايل انا عارف السكينه دي بتاعت مين. ايوه السكينه دي بتاعتي. فبيقولوا له بتاعتك؟ قال لهم ايوه خسرتها لما انا وتيريان لانستر دخلنا رهان وهو كسب. انا راهنت ان جيمي لانستر يكسب وهو راهن ان جيمي لانستر يخسر، وجيمي لانستر فعلا خسر وتيريان كسب مني الخنجر ده. ليتل فينجر بيوعدهم ان هو هيساعد ادارد ستارك مش عشان خاطره بس علشان خاطر كات. بعد كده بقى كذا اجتماع مجلس مع الناس وبتاع وبيتعرف بقى على الشخصيات وكده. بعد كده بتيجي البطولة بقى بتاعت يد الملك دي، والبطولة دي بيبقى السيمي فاينل فيها لوراس تايريل هيلاعب جريجور كليجين ذا ماونتن، وجيمي لانستر هيلاعب ساندور كليجين. لوراس تايريل بيكسب جريجور كليجين، بس جريجور كليجين بيتجنن وبيبقى عايز يقتل لوراس تايريل، فساندور كليجين بيوقف له وساندور كليجين بيكسب جيمي لانستر. وبعد كده ساندور كليجين بيكسب لوراس تايريل من غير ما يحاربوا بعض. لوراس بيقول له انت انقذتني باشا انت بطل الليله. بيكسب ساندور كليجين. سانسا بتبقى مبسوطه جدا لما ساندور كليجين بيكسب، ودي حاجه غريبه جدا بالنسبه للند. وفي الميلي اللي هي العركه، روبرت براثيان مره واحده راسه 1000 سيف انا هنزل احارب. ليه يا معلم داخل العركه بنفسك اللي انت ملك؟
انا مراتي قالت لي ممنوع تخش، فانا هخش يعني هخش وبتاع. المهم ند وبارستن سلمي بيقنعوه انه ما يعملش كده في نفسه. وبعد كده بنعرف اصلا ان دي سيرسي بتحاول تقتله. قالت له انت ممنوع من انك تخش المعركه. فطبعا دي علشان يخش العركه ويتقتل فيها، اكيد بعت حد يعني او حاجه، وند انقذه. بيروح يخبط على اريا كده، يخش يلاقي معاها سيف. ايه الحوار ده يا اريا؟ تقول له انا معايا سيف. بياخد باله ان ده سيف معمول، ده شغل ميكن الحداد بتاعنا بتاع وينترفيل. هو فعلا السيف اللي اسمه نيدل او ابره اللي جون مديه لاريا. وند علشان هو اب ذكي واب كويس، قال لها يا حبيبتي انت سيوف ليكي في السيوف، اجيب لك حد يعلمك السيوف بدل ما تقتلينا بالغلط. وجاب لها سيريو فوريل اللي احنا عاملينه في حكاوي ثرونز بقى، ده ليه بقى حته بتاعته. المهم يعني سيريو فرال بيبتدي يمرن اريا، واريا بتخش في المود جدا وبتعمل حاجات غريبه. وند بقى مستغرب ان هو بتقف على رجل واحده وتقعد تنط وحاجات كده وبتجري ورا قطط. ويعني هل هو قاسي عليك يا حبيبتي اغيرهولك؟ تقول له لا. فكده ادارد ستارك عنده يعني ايه كذا مشكله. الملك مش مأدي خالص، في ديون علينا بنت لذينه. ابنه كان في حد عايز يقتله بخنجر من الفاليريان ستيل، وليتل فينجر بيقول له هساعدك. ليتل فينجر بيبتدي يتكلم معاه ويقول له ان في دول الجواسيس بتوع فارس، ودول الجواسيس بتوع سيرسي، ودول الجواسيس بتوعي، والشغل ده يعني خلاص بيبقى شايف ان هو محاط بمشاكل كبيرة جدا. ولكن اكبر هم عنده، اكبر مشكلة عنده موت جون ارن. الراجل ده مات ازاي؟ ابتدى يسأل وابتدى يتطقص ويشوف جون ارن كان بيعمل ايه. مات ازاي الراجل ده؟ والرسالة بتاعت لايسا دي معناها ايه؟ نed ستارك عايز يحقق العدالة، من قتل يقتل. عرف ان جون ارن كان على طول قريب من ستانس براثيون، فقال طب ماشي هاتولي ستانس ده هربان في دراجون ستون ليه؟ هاتوه يتفضل على المجلس اهلا وسهلا. بيبعت له جوابات ما بيلاقيش رد. طيب كانوا بيعملوا ايه جون ارن وستانس؟ سمع بقى من بيتر بيلش بقى وبتاع، دول كانوا بيدوروا ورا الباستردز او ولاد الملك روبرت الغير شرعيين. فبيروح ند ويقابل جندري اللي شغال مع الحداد اللي في كينجز لاندنج، وبيعمل نظام شواكيش وخوذه بقرون زي بتاعت روبرت جدا وشبه روبرت جدا، وبيعرف ان ده ابن روبرت، وبيوصي الحداد عليه كويس جدا وبيقول له اي وقت انت محتاج شغل تعالى لي. بيتطقص اكتر، بيتكلم مع مستر بايسل، ومستر بايسل بيقول له ان بصراحه كان في كتاب هو بيقرا فيه قبل ما يموت حبيبي اتخطف، وراح بديله كتاب اللي هو فيه بقى سلالات الناس واشكالهم وكل الجوازات والعيال واوصافهم. يعني هو ده اللي كان بيشوفه، يعني العيال شكلها عامل ازاي. ويبتدي بقى يدعبس يدعبس يدعبس، مش فاهم اي حاجه. كل شويه بنشوف في تشابتر ان حد شاف ند معاه كتاب مش فاهم في ايه، لسه قاعد بيدعبس في هذا الكتاب. هو بيقرا كده بيلاقي الناس بتخبط عليه، الملك عايزك. ايه يا جماعه روبرت عامل ايه مجلس والملك نفسه موجود؟ لما حاجته وراح لقى بيقول البت العيال الصغيره اللي اسمها دينيرس اللي اتجوزت كال دروجو اللي انت قلت لي ما خافش منها يا ند، حامل. وده منكش، انا عايزها تموت. كل الناس كانت موافقه على ان دينيرس تتقتل، ولكن ند وبارستن سلمي كانوا الاثنين اللي بيقولوا لا. وادارد ستارك وروبرت براثيون اتخانقوا خناقه بنت لذينه وقالوا كلام صعب جدا لبعض. وند استقال، رمى البن بتاع يد الملك ده، قال له يا عم بلا يد ملك بلا بتاع، ومشي. قال انا هلم حاجتي يلا يا جماعه نرجع على وينترفيل. جاله ليتل فينجر قال له عليك كلام بعد ما انت مشيت. مش عايز اقول لك في حوار صحيح. قبل ما تمشي كنت عايز اقول لك حاجه. في بيت الدعاره بنت روبرت براثيون لازم تروح تشوفها. فبيروح نed ستارك بيت الدعاره يشوف البنت دي بره، وبينزل. اول ما بينزل بيلاقي جيمي لانستر واللانسترز عاملين عليهم كماشه. ايه يا جماعه اللي بيحصل؟ جيمي لانستر بيقوم قايل ادارد ستارك حضرتك اخويا فين؟ فادارد ستارك بيقول له نعم مش فاهم عايز. بيقول له اخويا مراتك قبضت على اخويا. فادارد ستارك لما بيعرف ان كاتلين قبضت على تيرين بيقوم قايل لجيمي انا اللي امرتها بكده. فخلاص في معركه هتحصل. ليتل فينجر بيقول له هروح اجيب بقى المعاطف الذهبيه واجي لك. بيقوم مدي واحده وخالع. وند ستارك
والشماليين اللي معاه اللي منهم جوري كاسال بيخشوا في خناقه مع لانسترز اللي ما بينهمش جيمي بيكون اتحرك ومشي قبل المعركه دي ما تحصل، او قال لهم خلصوا عليهم ومشي، ما دخلش المعركه دي زي المسلسل يعني. وند وقع بحصانه ورجله اتكسرت، تاخد بقى ايه، اتعالج، مكسور متدشمل، اللي حواليه ماتوا، اللانسترز قتلوهم، بياخد بقى لبن الافيون ومتدشمل بقى خالص في السرير، بيلاقي روبرت براثيون وسيرسي لانستر بيزوروه. سيرسي مستغربة جدا ان احنا جايين نزور الراجل ده في سريره، ومستقلة جدا من ند، وبتقول لند اتكلم مع الملك بتاعك باحترام وحاجات كده. فراح روبرت براثيون لطشها بالقلم، معلم عليها، موقعها على الارض وطاردها بره، عشان روبرت براثيون يعني جميل. وبعد كده بيتكلموا، بيسامحوا روبرت على الهبل اللي حصل ده والكلام اللي هو قاله قبل كده، وبيرجعوا تاني كيد الملك. فند بيرجع يد الملك، وهو بقى بيتعالج في بقى الفاجولا والافيون والحاجات دي، بيحلم ببرج السعاده. وبنعرف بقى هنا ان هو على طول في دماغه اوعدني يا ند، وكنا 7 ضد 3، اوعدني يا ند كنا 7 ضد 3. اليوم ده مجننه، بيخف شويه ند وبيروح علشان يقعد على العرش الحديدي مكان صاحبه روبرت اللي طلع يصطاد. فبيقعد وبيسمع الشكاوى والحاجات بتاعت الناس، بيسمع من ريمون داري ومارك بايبر وكارل فانس، ودول لوردات من الريفرلاندز او اراضي النهر، بيسمعوا ان جريجور كليجين ومعاه شويه حوش قاعدين بيحرقوا في كل اراضي الريفرلاندز. بيعملوا كده ليه؟ علشان كاتلين تالي اللي هي كاتلين ستارك خاطفه تيريون لانستر. ف تايوان بعت ناس كده من غير لوجوهات من غير اي حاجه يمنكشوا. فراح على طول ناد ستارك قال لك جريجور كليجين ده تبع تايوان، تايوان ده ابو الملكه، ايوه تمام، جريجور كليجين محكوم عليه بالاعدام، واعلى مفخلكم اركبوه، وهبعت ناس تروح تنفذ الحكم عشان انا للاسف مصاب مش هقدر انفذ الحكم بنفسي. فصدمه للناس كلها، سيف العدل بتاع ادارد ستارك حامي جدا على كل الناس. ولورس تايرال قال له بعت لي لو سمحت وبتاع، وبعتني انا، خليني انا اعمل كده. كان ممكن يعمل كده ويبقى في تحالف مع التايرالز، بس هو قال له لا، انت عندك مشكله معاه من ايام البطوله. فاكر لما قلت لك لورس تايرال وجريجور كليجين كان في منكش، وجريجور كان عايز يقتل لورس؟ قال له لا، انت في بينك وبينه حوارات ومناكش، لا انا هبعت بارك دارداريان توروس اوف مير، وخدوا معاكم ناس شماليين كمان، واعملوا بقى ايه براذر هود وزاوت بانرز. قبل ما يبقوا زاوت بانرز كان معاهم بانرز الملك عادي جدا، ولكن ايه اتحركوا دول بقى ايه علشان يقتلوا جريجور كليجين. بيبتدي ادارد في التخطيط، لان هو ادارد بيبتدي يقول بقى بناته احنا ايه هنخلع، احنا مش هنقعد هنا، احنا راجعين وينترفيل. وسانسا بتتجنن بتقول له لا انا مخطوبه لجوفري، انا لازم اتجوز جوفري، انا مش عايز امشي. اريا بتقول له انا عايزه مدرب الرقص بتاعي تيريو فوريل، بيقول لها ما فكك ده هنجيبهولك. وسانسا بتتجنن بقى بتقول له لا انا عايزه اتجوز جوفري، انا الذئبه وهو الاسد وهنجيب عيال ما حصلتش. فاريا بتقول لها هو الاسد يعني هو لانستر يعني؟ لا هو مش اسد يا هبله، هو ايل، هو المفروض ان هو ستاج براثيون، انت ليه بتقولي عليه اسد؟ فراحت سانسا قالت لاريا ده ملوش اي علاقه بابوه، ده مش براثيون تماما، ده لانستر جدا. وناد ستارك بيبص لسانسا كده وبيجمع بقى اللي هو بيدور عليه في الكتب كلها، فعلا جوفري ده مش براثيون خالص، خدوا الحكمة من أفواه الأطفال. قالوا له مالك يا بابا؟ قال لهم لا ولا حاجة، اتفضلوا انتوا حضروا شنطكم، ما تقولوش لأي حد الكلام اللي أنا بقوله لكم ده ما يطلعش بره. لما بيعرف كده ند بيفكر في ايه بقى، بيقول طيب سيرسي دي لما روبرت يرجع من رحلة الصيد هيعرف ان هي خانته مع اخوها جيمي وخلفت له ال3 عيال، دول مش ولاده. كده سيرسي وولادها في خطر، كده روبرت هيقتلهم زي ما حصل لإليا مارتيل وولادها هيحصل لسيرسي وولادها. وند مش عايز ده يتكرر، فقرر ان هو يروح يتكلم مع سيرسي.
ويقعد مع سيرسي في غابة الآلهة بتاعت كينجز لاندنج. وكانت لحظة رومانسية بين ند وسيرسي جدا. هي حاولت تدحلبه، هو شاف أنوثتها وشاف جمالها الفظيع، وقال لها اهربي، أنا بديلك فرصة أخيرة، اهربي، انت مش قد غضب روبرت براثيون. فسيرسي قالت له وبالنسبة لغضبي أنا، ما فكرتش في غضبي أنا ممكن يبقى ليه لازمة ولا لأ في حساباتك الجميلة دي؟ روبرت براثيون بيرجع، سيرسي ما بتهربش ولا حاجة، وادوارد بيبقى مستغرب جدا دي ازاي لسه ما سافرتش، ازاي لسه ما هربتش هي وعيالها، انا مش مصدق دي جبلة. ولكن بيقولوا له تعالى الملك جه عايزك، بيروح يلاقي الملك بيموت، عنده جرح واخدها كده، خنزير بري بقلشه، والملك بيموت. يعمل ايه نيد ستارك؟ قعد يتكلم مع الملك. الملك قال له هات ورقه وقلم، اكتب وصيتي ان انا بخليك انت حامي البلاد، protector of the realm، تحكم مكاني ومكان ابني جوفري لحد ما يوصل للسن الشرعي وياخد الحكم. ند كتب الوصية معاه بس ما كتبش ابني جوفري، كتب وريثي الشرعي، يعني ان ند ستارك يبقى الحاكم، يبقى الملك خلاص شكرا، ويبقى هو حامي البلاد لحد ما الوريث الشرعي يوصل للسن القانوني. وامضي يا عم روبرت مضى، وطلع المعلم ند ستارك لقى اخو روبرت الصغير رانلي بيقول له عايزك في موضوع، اخطف جوفري والعيال دلوقتي حالا دول يتمسكوا دلوقتي حالا، سيرسي ما تعرفش تعمل اي حاجه، ناخد الحكم، الموضوع منتهي، انا معايا ناس كتير وعندي اصدقاء كتير وممكن نعمل. ند قال له شوف حد يديلك، مفيش الكلام ده، انا مش هعمل كده. رفض البروبوزل ده او العرض بتاع رانلي. بعد كده ليتل فينجر قال له بص بقى يا معلم، انت هتقف جنب سيرسي، هتقول ان ابنها هو الوريث الشرعي والدنيا تمام، وتبقى انت حاكم البلاد ونحكم احنا يا باشا. ند قال له نحكم مين؟ قال له احنا، انا وانت نحكم ونأمن الدنيا، ولما جوفري يكبر عايزين نديله بقى العرش، عايزين نقول ان هو مش ابن روبرت اصلا ونبقلشه، ساعتها هنكون عملنا شغل. ودي خطة انا شايفها بصراحة خطة ممتازة يعني. ولكن طبعا ند قال له مفيش الكلام ده، وريث العرش ستانس، احنا هنبعت نجيب ستانس ياخد الكلام. فبعد اذنك امن لي الدنيا، المعاطف الذهبيه كلها تتامن، عشان ايه؟ يلا هنلعب لعبه العروش بقى. الله عليك يا ند. قال له امن لي المعاطف الذهبيه عشان احنا هناخد العرش بكره. حبيبي شكرا. ند بيجيب رئيس الخدم فيون بول، وبيجيب بناته اريا وسانسا، بيقول لي فيون بول ده حضر لي بقى مركب اسمها ذا ويند ويتش، ساحره الرياح، دي هتاخد الولاد على وينترفيل وانا هحصلكم. سانسا بتقول له نعم، بيقول لها هتروحوا على وينترفيل. سانسا بتقول له لا ما اروحش وينترفيل، انا بحب جوفري. قال لها مفيش نقاش، خلاص اريا يلا. سانسا يلا. سانسا قالت له يلا، مفيش يلا. سانسا راحت لسيرسي قالت لها بابا بيقول لنا يلا، قالت لها الله، قالت لها والله، قالت لها طب تعالي بقى خشي. خدت سانسا حطيتها في ميجورز هولد فاست، قلعه جوه القلعه، قفلت عليها. شكرا شكرا. نيد ستارك راح بقى على غرفة العرش، جوفري براسيون طلبه، لا كده حد بيقول له الملك عايزك. قال لهم الملك مين؟ قالوا له الملك جوفري عايزك في موضوع. فند راح هناك لقى هو بقى ومعاه كل المعاطف الرمادية بتوعه، والمعاطف الذهبية موجودين دول برضو معاه المفروض، وواقف بيقول ايه الملك جوفري ده حضرتك ايه، اقلع بقى التاج الحلو ده، انت مش ملك، انت مش ابن روبرت براسيون، الملك المفروض يبقى ستانس، لو محدش يا جماعه يأذيهم سيرسي والولاد يتمسكوا بهدوء ومفيش اي حاجه تحصل لهم. قالوا له مفيش اي حاجه، قال لهم لا مفيش اي حد يعمل لهم اي حاجه. قالوا له حبيبي اصحابك دول كل اللي معاه ماتوا، وهو لسه بيمسك سيفه لقى ليتل فينجر حاطط السكينه على رقبته، وقال له انا حذرتك وقلت لك ما تثقش فيا، انت اللي مش عايز بقى. فبيتمسك نيد ستارك وبيترمي في البلاك سيلز او الزنازن السوداء اللي ما بيشوفش فيها ولا حاجه، مش شايف ايده، مش شايف رجله، مش شايف حيطه، مش شايف اي حاجه. صبح ليل صبح ليل، مش عارف ايه الصبح وايه الليل،
مش عارف بقاله قد ايه، دقنه بتطول، بيتعذب، ما بياكلش، جعان جدا جدا جدا. بيخش له واحد كده يرمي له اي حاجه ياكلها ويمشي. بيقعد يفكر بقى كتير جدا، هم اكيد مش عايزين يقتلوني، هم اكيد ما ينفعش، كانوا لو عايزين يقتلوني كان زمانهم قتلوني، هم سايبيني عايش لسبب ما. ولكن بعد كده بيخش عليه الحارس بتاعه، شكله بيتغير شويه، بس بيطلع فارس وبيتكلموا مع بعض. فارس بيقول له انت حمار كبير لورد ستارك، يا ما حذرناك ان انت حمار وانت مش عايز تسمع الكلام، يعني انت شريف، شوف الشرف جاب لك ايه الزنزانه الجميله دي. فبيحط على ند يعني بالاخر، وبيقول له اعترف ان جوفري هو الوريث، وان انت عملته ده خيانه، وهتروح الجدار وخلاص. ند بيرفض، بس فارس بيقول له شوف، هو ممكن المره اللي جايه حد يجيب لك شويه نبيت تشربهم، او يجيب لك دماغ بنتك سانسا، نقي. فطبعا ند ستارك علشان بنته معاهم وخايف عليها، بيقرر ان هو يوافق على هذا القرار، وبيتاخد على معبد بيلور قدام كل الناس بتوع كينجز لاندنج وقدام بنته سانسا. وما نعرفش بقى اذا كان شاف اريا وقال بيلور ليورين ولا لا، بس دي مش موجوده في الكتاب يعني. بيتاخد على هناك وبيبتدي يقول الاعترافات اللي هو مش مصدقها، ويبتدي يكذب على كل الناس علشان يحاول يحمي بنته. ودي مش أول مرة يكذب علشان يحمي حد من دمه يعني. ولكن الناس بتقول احنا مش سامعينك، بيعلي صوته ويقول انا ادارد ستارك يد الملك ارتكبت خيانة، وان الملك جوفري ده هو التمام ومش عارف ايه. وخلاص هو كده المفروض ان هو يروح الجدار، والعربية اللي رايحة الجدار واقفة، ويورن واقف مستنيه، فارس قاعد مأمن الدنيا مع الناس كلها مظبط الصفقة، وليتل فينجر تقريبا جايب جاكن هجار يخلص على ند وهو رايح الجدار اصلا يعني. وكل حاجة خلاص متظبطة، ده هيروح الوال، وسيرسي موافقة وكل الناس موافقة. وبعد ما اعترف الهاي سابتن او الراهب الاكبر بيروح للملك ويقول له ايه قولك بقى يا ملكنا جوفري. بيقوم قايل الملك جوفري للناس كلها والله انا امي قالت لي ان ده يلبس اسود ويروح الجدار، وسانسا ترجتني وتوسلت ايديا وبست ايديا ورجليا علشان ارحم ابوها، ولكن انا ما عنديش قلب رحيم زي قلوب النساء، انا عندي الخاين لازم ياخد عقابه. سير إيلين بين هات لي راسه. وند مرة واحدة شاف السيف بتاع ابوه جده جد جده الاف السنين بيطلع من ورا ظهر إيلين بين السياف. اكتر واحد ند بيحتقره ومش مقتنع بوجوده اصلا، يعني هو اصلا شايف ان اللي بيحكم على حد بالاعدام بينفذ بنفسه. فحتى لما حكم على جريجور كليجين بالاعدام ومش هينفع يروح، ما بعتش سياف، بعت بيريك دونداريان. فإيلين بين ده برضه شايل من ند، وشايل من ند سيفه كمان، وراح نازل بهذا السيف على رقبة ند ستارك علشان ينتهي ونتفاجئ كلنا هذه المفاجأة. الراجل اللي عاش شريف ومات شريف، ولكن مات صغير. كان ممكن يلعب لعبة العروش بطريقة أحسن من كده طبعا بكتير. من زمان كان في قرارات كتير جدا، أولهم إن هو يبقى يد الملك أصلا، ده مش قرار يتاخد خالص يعني. بس يعني مين برضو اللي هيحكم، مين برضو اللي في مكانه علشان يقول كان المفروض يعمل ايه ولا ما يعملش ايه. عامة يعني هو لو كان هيروح جدار كان في جاكن هجار تقريبا هيخلص عليه، فهو كده كده ميت. لو كان اتفق مع رانلي وخدوا العيال، ايه اللي كان هيحصل؟ كان تايوين لانستر هيفرمه، او يعني كان هيبقى في برضه معارك فظيعه، وليتل فينجر برضه مش متامن. لو كان سمع كلام ليتل فينجر كان هيبقى عنده برضه اعداء كتير جدا، وكان هيبقى بيعارض نفسه ومبادئه يعني. مفيش شخصيات طيبه او شخصيات شريره، مفيش ابيض واسود في عالم اغنيه الجليد والنار. كل الرمادي زي الوان الستاركس، بما فيهم ادارد ستارك الموتو، اشعل فتيل حرب الخمس ملوك، وطلع واحد زي الذئب الصغير روب ستارك اللي عاملين عليه حلقة هنا في هذه السلسلة، انه يجمع جيوش الشمال كلها ويرجع تاني ملك في الشمال، والشمال يستقل تاني.
احداث كتير جدا بقى حكيناها كلها يا باشا في الحكاوي وفي المظاليم وفي الشغل الجميل بتاعنا. اتمنى ان تكون الحلقه عجبتك. عايزك تقول لي رايك ايه، لو كنت مكانه كنت هتعمل ايه، او ممكن نقول مثلا سؤال الحلقه ايه اغبى قرار اخده نed ستارك، بس لو كنت مكانه هتعمل ايه قول لي في الكومنتس. ما تنساش يا صديقي لو الحلقه عجبتك انك تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وميرسي جدا جدا. باي باي.